معانا كيلو من الدقيق متعدد الاستخدامات، دقيق ابيض. هننزل عليه بمعلقة كبيرة من السكر، عليهم ربع معلقة من البيكنج باودر، وهننزل عليهم ب3 كوبايات مية دافية. اهم شيء المية تكون دافية، مش بتغلي ولا باردة. الخطوة دي مهمة جدا. طبعا نزلنا برشة ملح. نعجن بقى المكونات كويس جدا. اهم حاجة عايزين العجينة تكون بتلزق كده، ما تكونش عجينة ناشفة او جافة. في نوع دقيق بياخد مية كتير ونوع دقيق بياخد مية قليلة. لو حسينا ان العجينة لسه ناشفة معانا شوية، ممكن نزود شوية مية لحد ما توصل معانا للقوام اللي قدامكم ده. هنقسمها بقى ل8 قطع. وكل قطعة هنعملها كورة مدورة كده، ناخد من الاطراف وندخل ليه جوه كده في النص بنفس المنظر كده. بعد كده هناخد الكور ديت ونحطها في السمنة، ندهنها كويس جدا بالسمنة او الزبدة حسب الرغبة. بس اهم حاجة ما تستخدميش زيت نهائي، واهم حاجة تسيبيها بقى ساعة كاملة ترتاح خالص عشان تتفرد معاكي بمنتهى السهولة. لو ما سبتهاش ترتاح الساعة كاملة هتلاقيها صعبة جدا في الفرد، بس عشان ارتاحت بتتفرد معايا بمنتهى البساطة. بعد ما فردناها دهناها بالزبدة، هنقفلها كده وهنعمل واحدة كمان، وهنحط بقى كل كورة جوه واحدة لحد مثلا المقاس اللي انت عايزاه. ممكن تحطي 3 كور مثلا جوه بعض، ممكن تحطي كورتين حسب حجم الفطيرة اللي انت عايزاها. ممكن تستخدمي كرة واحدة بس زي ما عملنا كده، تبقى فطيرة صغيرة حسب الرغبة. هنسيبها بقى في الصينية ومش هنفردها الا بعد 10 دقايق عشان تتفرد معانا بسهولة، عشان ما تكشش تاني بعد ما نفردها. لو فردناها في ساعتها هتكش معاكي، لما تسيبيها ترتاح هتتفرد معاكي ببساطة جدا. بعد بقى ما سويناها هتطلع معاكي مورقة وتحفة. بس المنظر فظيع بجد. اهم حاجة سويها على درجة حرارة عالية جدا على الرف الاولاني خالص من تحت، يعني حطي شبكة على اول رف عندك مش في النص. دي خطوة مهمة جدا. درجة حرارة الفرن عالية جدا. منتظرة بقى رأيكم، والسلام عليكم.